اخواتي الغاليين، كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلى بيوتكم وعلى حبايبكم وعلى قرايبكم وعلى امه محمد كلها ان شاء الله. كل سنه وانتم في احسن حال ودايما في خير وفي سعاده وفي راحه بال ان شاء الله. النهارده بقى يعني الوقفه لسه بكره ان شاء الله. هنفتح النهارده على الفسيخ اللي احنا عملناه مع بعضينا، فاكرين؟ نفتح بقى النهارده نشوف الوضع ايه والاخبار، والفسيخ وصل معانا لحد فين، عشان ان شاء الله اول يوم العيد كده وعليكم خير نضرب الفسيخ والرنجه والبصل والعيش ونعيش حياتنا. وكل سنه وانتم باحسن خير وباحسن سعاده دايما ان شاء الله. تعالوا بقى معايا نفتح على الفسيخ ونشوف هنعمل ايه. شباك سبروك كتير وتعليق حلو كده لاختكم يوسف، وكل سنه وانتم طيبين. وهنا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونفتح على الكنز بتاعنا الخطير. طبعا المتعه اللي ما بعدها متعه طبعا، بس طبعا الناس اللي ما بتحبش الفسيخ طبعا مش هقدر اتكلم علشان انتوا هتبقوا في حته تانية واحنا في حته تانية خالص. بصوا الفسيخيه بسم الله ما شاء الله جميله جدا ومستويه وجميل، يعني ما شاء الله ما شاء الله. ما قعدش 15 يوم، انا سبته يعني المفروض كنت افتح عليه قبل كده، بس انا سبته قلت ايه عشان لو فتحته قبل كده هيتاكل، فانا سبته دوبك فتحته اللي هو يعني قبل الوقفه بيوم زي ما بوريكم كده بالظبط وزي ما اتكلمت معاكم. وكان ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، كان يعني زبده كده وبيتاكل. والله انا يعني مش قادره اقول لكم حصل لي ايه وانا بقطعه يعني وبفتحه، بس يعني قعدت مصمص كده واكل السلسله بتاعته الجميله الخطيره دي كلها لحم، ما ينفعش نرميها حرام طبعا. بس الصراحه والله كان جدا حلو قوي ويستاهل بقكم. جربوه بطريقتي ان شاء الله هتعجبكم والله. وهنا بعد بصوا اللون الوردي الجميل ده، اللون اللي هو البامبا ده، هو ده النجاح بتاع الفسيخ، يعني اللي يبقى لونه من جوه لون الفاتح، البامبا الفاتح الجميل ده. هنا بقى اخليه زي ما انتم شايفين كده بالمعلقه. انا ما بحبش احطه يعني كده ونغمز وهو في القشر، لا انا بخليه خالص، بشيل القشر تماما خالص خالص خالص. وبعد كده طبعا بقى بحيقه طبعا بالزيت وشويه خل وليمون والكلام ده كله. لكن انا هنا ما حيقتوش ولا ظبطته، انا خليته بس وشيلته بقى. ان شاء الله عليكم خير كده ناكله مع بعضين ان شاء الله اول يوم العيد. بس الصراحه طبعا طريقتي بيبقى اسهل واحلى، لان انا يعني ما بحبش اغمس كده من الجلد. يعني بصوا الجمال، يعني اول ما بتطلعي كده بالمعلقه بتطلع معاكي بكل سهوله وسهله جدا وبسيطه جدا وما فيهاش اي افتكاسات. حلو قوي. طبعا انتوا شفتوا الفيديو اللي كنت منزله لكم بتاع التخليل، يا ريت تجربوه واعملوه بالطريقه دي وجربوه بطريقه تنظيفي برده. بصوا اللون الجميل ازاي، بسم الله ما شاء الله الحلوه قوه اللعبه، كان حلو جدا. ان شاء الله وعليكم خير كده ناكله اول يوم العيد. كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير. واحلى فسيخ من ايد ام يوسف ممكن تاكلوه في حياتكم اصلا، طريقه سهله وبسيطه ان شاء الله. وده اللي فات بقى كله حطيناه في العلبه الصراحه ما كملناهوش يعني. والف هنا وشفا عليكم كلكم. طبعا يا جماعه مهما اتكلمت ومهما وصفت ومهما مش عايزه ابالغ في الكلام يعني، بس مش هوصل لكم احساسي اللي الناس عشاق الفسيخ بالظبط. الناس اللي بتعشق الفسيخ هو الاحساس دلوقتي نفس احساسي، اللي هو بصوا يعني جمال. انا واقفه قدام لوحه فنيه يعني. بصوا الفسيخ ده يعني ما بياكلوش الا اصحاب المزاج والمزاج العالي قوي، يعني الناس اللي هي بتفهم في بص زبده، اقسم بالله زبده، تحفه تحفه تحفه. جربوه بطريقتي بقى وان شاء الله يعجبكم، والف انا وشوف عليا وعليكم.